في فيديو عجبني جدًا، جدًا مع الجميلة هبة الجرحي، هنشوف مع بعض الفيديو ده، بس قبل ما نشوف الفيديو في كلمتين مهمين. الراجل اللي دايمًا بيفكّر إنه هيتجوّز وهتبقى مراته هي أمه التانية، أحب أقول لك سلِّم على ماما وخلّيك جنبها، ما تتجوّزش. تعالَ نشوف الفيديو ده ورأيكم يهمني، يالّا نشوف. كل راجل لسه فاكر إن الجواز هو إنك تلاقي ماما تو تبقى غلطان. تطبخ زي ماما، تغسل زي ماما، تستحمل نرفستك زي ماما، تشيل عنك كل حاجة زي ماما، تشيل إهمالك وهدومك اللي مرمية في الأرض زي ماما. مفيش الكلام ده. ولو انت لسه عايز زي ماما، أنا عايزة بس أقولك حاجة بسيطة. الجواز مش دار رعاية ولا أبجريد لحضن ماما. جواز شراكة، مشاركة، مسؤولية، مش معاملة طفل كبير محتاج مربية. الست اللي هتدخل حياتك مش جاية تعيد نسختك الطفولية، ومش جاية تعالج رجولة ناقصة، ولا جاية تمشي على نفس طقوس البيت اللي انت اتربيت فيه. هي جاية تبني حياة، مش تعيد بناء حضانتك. وأكبر غلط إنك تدخل العلاقة وإنت لسه متعلق بفكرة أنا عايز واحدة تعمل معايا زي ما أمي كانت بتعمل. لأن ببساطة أمك كانت بتعمل ده لأنها أمك مش مراتك. ولو هتدور على ست تعاملك بنفس القدر من التضحية والتدليل والدلع، يبقى الأفضل بجد وبكل احترام كمل حياتك عند أمك، أريح لك وأريح ليها. أما لو عايز تتجوز، لازم تفهم إن الست اللي قدامك إنسانة كاملة ليها حياتها وأحلامها وتعبها واحتياجاتها. هي مش بديلة للست اللي ربتك. الجواز الحقيقي يبدأ لما الراجل يكون راجل، يعرف يشيل مسؤولية ويشارك ويحترم ويشوف مراته شريكة مش أم بديلة. ولما ده يحصل، بيتكم هيبقى بيت مش حضانة يا حبيبي، وشراكتكم هتبقى حياة مش معاملة طفل وولية أمر.